ان شاء الله النهاردة بإذن الله هنبدأ في تخزينات وتجهيز البصل لرمضان. وكل عام وانتم بخير ونعاد عليكم بخير يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله يا رب العالمين. هنقشر البصل ونقطعه حتت صغيرة ونفرمه في الكبة. واللي ما عندوش كبة عادي بالسكينة عادي، حلقات في المبشرة، كل شيء متاح. دول من 5 ل6 كيلو بصل، يعني هما مقشرين 5 كيلو. هنا فرمناه، هنحطه على السمنة والزيت. هنا دي الملح، هنضيف له ملح وسكر وشطة وورق لورا بس. يقعد من شهر لشهرين ل3 برا الفريزر، يعني في البراد بتاع التلاجة، ميحصلوش اي حاجة. هنا الملح والشطة وورق اللورا والسكر هنا دخل في نص السوا. هنا خلاص كان جرب على السوا خالص. يعني تلت ساعة ونطفي عنه. هنا خلاص اتكرمل بقى شكله جميل. بنحطه في حافظة في اكياس تلاجة بعد ما يبرد تماما على حسب الاستخدام. نحطه في حافظة وناخد منه عادي، مفيش اي مشكلة، بس المهم ما يطلعش من التلاجة، يبقى في التلاجة. هنعرف ازاي استوى، بينطر السمنة اللي احنا حطيناها. هنا السمنة اهي باينة ان هي بتتصفي منه. هنا ده كان برد، وهنحطه في العلبة اللي هي الحافظة. البصل ده القديم من شهرين في التلاجة مش في الفريزر. هو منجز على اكمل وجه، يعني بدل ما ناخد بصل كل شوية ونعمل تقلية المحشي وكده، ده بيكون جاهز معانا في اي وقت بنستخدمه. السلام عليكم ورحمة الله، ولايك وشير واشتراك في القناة.